كنت تعرفي إن المصريين هم أول من اخترعوا واستخدموا مستحضرات التجميل؟ المكياج ومستحضرات التجميل كان شيء أساسي في حياتهم اليومية، سواء ستات أو رجالة، لأنهم ما كانوش بيستخدموه لغرض التجميل وبس. ومن أكتر من 5000 سنة المصريين اخترعوا أدوات تجميلية مختلفة ومبهرة. ولو رحنا أي متحف وركزنا في تفاصيل التمثال، أول حاجة هتشدك رسمة العين اللي دايما بخط أسود واضح، وهو الكحل اللي نقدر نقول إنه أقدم مستحضر تجميلي في العالم، وكان شيء أساسي عند الستات والرجالة. وسبب من أسباب انتشاره زمان إنه كان بيحمي من الحسد والأرواح الشريرة، وكمان بيحمي العين من الشمس الشديدة، لأن زمان وعلى عكس دلوقتي المباني ما كانتش عالية، وبسبب موقع مصر المعروف بحرارته في الصيف كان لازم يلاقوا طريقة يحموا بيها عيونهم، والطريقة دي إن هم يتكحلوا. وكان في أنواع كتيرة من الكحل، أشهرهم الكحل الأسود واللي كان بيصنع من الجلينة اللي هي خام الرصاص، وده كان بيزود مناعة العين وبيحميها من البكتيريا. والنوع التاني هو الكحل الأخضر اللي هو أكسيد النحاس. ومش بس كده، زمان اللي كان الكحل بتاعه أسود أكتر ده معناه إنه من طبقة اجتماعية أحسن. طب هو المكياج وقف عندهم عند الكحل بس؟ في الحقيقة إن المصري القديم أبدع في المستحضرات التجميلية زي ما أبدع في باقي حاجات وباقي المجالات التانية، وزي صناعتهم واستخدامهم الأحمر الشفايف أو الروج كان المصريين زمان بيستخلصوه من مادة أكسيد الحديد، وكانوا بيضيفوا ليها مادة دهنية أو زيت نباتي عشان يقدروا يطلعوا الروج بشكل زي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، وكمان بيحطوا منه على الخدود. واشهر طريقه للروج زمان كانت للملكه كليوباترا اللي كانت بتستخدم مسحوق الخنافس عشان توصل لدرجه احمر مثاليه. الموضوع ما وقفش عند المكياج وبس، لا المصريات كمان كانوا بيهتموا بنظافتهم الشخصيه وريحتهم، لان دايما لازم ريحتهم حلوه وجميله. فكانوا بيصنعوا العطور من الازهار والورد والنباتات وكمان الاعشاب. ومن الازهار اللي كانوا بيستخدموها اللوتس، الورد، السوسن، وتمر حنة. وطبعا كان في عطر مميز للملكات واشهرهم الملكه كليوباترا، بس اللي كان اشهر منه عطر ايزيس نيفرت وهي زوجة رمسيس الثاني، واللي وصفوها ان هي طيبه النفحات، بمعنى ان ريحتها دايما حلوه ومميزه، ولو دخلت اي مكان بتنتشر فيه. المصريين كمان كانوا بيحتفظوا بالمكياج بتاعهم والعطور في علب خاصه، سواء كانت من الحجر او من الازهار او من احجار شبه كريمه، وفي الاخر يحطوها في صندوق جنب المرايه زي دلوقتي بالظبط. في الاخر نقدر نقول ان المصريين على مر الزمان كانوا بيحبوا يهتموا بنظافتهم الشخصيه، وكانوا بيجددوا من شكلهم ويهتموا بيه، وده مستمر معانا لغايه دلوقتي زي ما احنا مستمرين في استخدام ادوات التجميل والطرق اللي ليها اصل واساس من اجدادنا الفراعنه.